انا مش عارف من غيركم هنضحك على مين. يا رب تدوموا في حياتنا ونضحك عليكم اكتر واكتر. اداره نادي الزمالك الاداره المفلسه اللي معاش فلوس بتخلص في صفقات بملايين، فبكده احمد حسام ميدو عنده حق ان هو عنده شيكات مفتوحه وقادر ان هو يخلص مع اي لاعب. فخاف يا اهلي، خاف يا اهلي على لعيبتك عشان الزمالك قادم. الزمالك راح يستفسر من نادي نيس على موقف محمد عبد المنعم. نادي الزمالك عايز يخلص في محمد عبد المنعم، عايز يرد القلم للنادي الاهلي، لان النادي الاهلي خد احمد سيد زيزو، فاحنا هناخد محمد عبد المنعم. مش انتوا بتقولوا محمد عبد المنعم جاي اعاره سنه للنادي الاهلي في كاس العالم للانديه؟ احنا هناخد منكم محمد عبد المنعم. ده ومش بس كده، ده احنا هنخلص كمان في محمد شريف وهنشتري محمد شريف. ده احنا كمان جبنا كوتيسا ب 2 مليون دولار، واللي اتحمل الصفقه رئيس النادي الكابتن ممدوح عباس. كابتن ممدوح عباس هيدفع ال 2 مليون دولار، وبعد كده اللاعب هياخد المرتب بتاعه من المحكمه الدوليه. ما هو الزمالك مش هيقدر يدفع فلوس، فيطلع على المحكمه الدوليه ياخد فلوس. ده ومش بس كده، اللي سمعته والخبر الاخير اللي ضحك كل الاهلاويه وكل الزملكاويه ان اداره نادي الزمالك بتستفسر على موقف سالم الدوسري. ان سالم الدوسري لحد الان لسه ما جددش مع الهلال وعقده هينتهي مع الهلال، فقالوا لاحمد حسام ميدو ان احنا عايزين سالم الدوسري. فرد عليهم احمد حسام ميدو قال لهم الشيكات المفتوحه اللي معايا مش هتكفي سالم الدوسري، فخلينا في كوتيسا ومحمد شريف ومحمد عبد المنعم. شايفين اداره نادي الزمالك المضحكه بتعمل ايه؟ عايزه تروح تجيب صفقات بملايين وهي معهاش تصفر احمد حمدي يتعالج، معهاش فلوس تجدد لعبد الله السعيد، معهاش فلوس تدفع مرتبات للعيبه. ده ومش بس كده، علشان تعرف ان هي معهاش فلوس عايزه تاكل مساحات احمد سيد زيزو المتاخره. ايوه، عايزه تاكل مساحات احمد سيد زيزو المتاخره. فاحب اقول لاخواتي الزملكاويه ان انتوا لو جبتوا صفقات هتجيبوا صفقات محليه زي فريقكم المحلي، مش هتقدروا تجيبوا صفقات عالميه لانكم معكوش فلوس اصلا تجددوا للعيبه بتاعتكم. فهتجيبوا صفقات منين؟ عرفتوا بقى ان الزمالك فريق مضحك، ويا رب يديمكم في حياتنا عشان نفضل نضحك عليكم اكتر واكتر. فاقول لاخواتي الزملكاويه ربنا يعينكم على حسين لبيب واحمد حسام ميدو. بس كده، يلا سلام.